يا مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم في الفيديو. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. وطبعا ما يحلاش عيد الغطاس عندنا دايما غير لما نعمل فيه القلقاس، او عامه الشتا كلها القلقاس كده بيبقى فيها طعمه حلو وجميل. وللناس اللي بتحب تاكل القلقاس الاخضر هنعمله النهارده مع بعض بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان بامانه طعمه حلو قوي ولونه جميل، والتسوية بتاعته سهلة وبسيطة. وهنعمله النهاردة على طريقتي أنا السهلة والبسيطة من غير كلكعة وحاجات كتيرة، وهيكون معاكي طعمه زي العسل مع شوية رز مفلفل بالشكل ده، وكمان مع الفراخ المحمرة اللي زي العسل دي. بجد الأكل فعلا شكله شاهي ويفتح النفس، وطريقته سهلة وبسيطة وزي ما انت شايفة بالشكل ده. بصي انا مش هقولك طريقة معرفش ايه وده ايه وده، احنا هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. وبصي زي ما انت شايف القلقاس بجد دايب جدا دوب، وطعمه رهيب خطير، بجد طعمه خطير، طعمه رهيب مع الشوربة بتاعته الطرية الحلوة دي اللي زي العسل. وزي ما قلت لكم شوية رز كده بس طعمهم كان رهيب. اتمنى كلكم تجربوا الوصفة بنفس الطريقة، بجد هتعجبك قوي، وكمان هتعجب كل اللي دوها من ايدك. وطريقتها سهلة جدا وبسيطة. بس لو أول مرة بتشوفيني أنا إيمان ودي قناتي، يسعدني ويشرفني انضمامك ليا. ويلا بينا نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقة التحضير. أول حاجة القلقاسة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. أنا دايما بحب أجيب القلقاس بتاعي تبقى واحدة بس، يا إما يكونوا اتنين يكونوا شكل بعض كده. هتقولي لي في ناس بتقولك قلقاسة مدورة وقلقاسة طويلة. القلقاس يا جماعة في الشتاء أو في الوقت ده بيكون كله قلقاس، بس حاولي تبعدي عن القلقاسة اللي بتكون طويلة شوية. يعني حاولي تجيبيها كده تكون مدورة شوية. خلاص يبقى القلقاس بتاعنا يبقى تبقى لازم مدورة بالشكل ده كده، ما تكونش طويلة شوية. طبعا حط يعني ده انا هستعمل النهاردة او هضيف النهاردة السلق والكزبرة الخضراء. السلق بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. طبعا انا بجيبهم بقطفهم، يعني باخد بس الورق بتاعه، ما باخدش بقى اللي هي عروق خالص. انا عايزة ورق علشان الوصفة بتاعت النهاردة او اكلة النهاردة بتحب حاجة ما يكونش فيها العروق خالص، وهقولك ليه ما يكونش فيها عروق. ببدأ زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بقطف الكزبرة بالشكل ده كده. الورق بتاعها بس، ما باخدش اي عروق خالص يا جماعة. وبنفس الكلام باخد السلق برضو بشيل منه العروق. انا عايزة العروق بتاعت الورق بتاع السلق ما باخدش عروق خالص. خلاص عشان لو حطينا الخضرة بتاعتنا فيها عروق هتبقى مش حلوة كده في البلع. وكمان لو انتي ما عندكيش الحاجة اللي احنا نضرب بيها السلقة او تخرطيه رفيع مفيش اي مشكلة خالص. عشان كده بقولك سهلي على نفسك وما تخليش فيها اي عروق خالص. يعني احنا بناخد الورق بس والعروق دي بتترمي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا والقاسة بتاعتي دي النهاردة كانت حوالي كيلو 300. جايبه لها 2 حزمة من السلق وجايبه لها واحدة كزبرة خضراء. عايزة اقولك اصلا كله ده بيبقى شوية صغيرين لما بتحمريهم او بتفرميهم او بتعملي بيهم الوصفة بيبقوا صغيرين جدا، وهقولك ازاي وهتشوفيهم معايا. خلاص انا ببدأ كده باخد الورق بتاعنا، وبعد كده بقى ايه هقطعه وهغسله غسلة حلوة خالص، وهقشر القلقاسة وهخرطها عشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، لاني انا بصراحة بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، ويعني مش حابة اطول عليكم الفيديوهات اكتر من كده. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين هنقطف كل الخضرة بتاعتنا. يبقى قلت القلقاسة بتاعتي انا ضفت عليها 2 حزمة من السلق وواحدة كزبرة بس، سلج او سلق زي ما انتوا ايه بتقولوا عليه. القلقاس احنا طبعا في الصعيد بنعمله دايما بالصلصة او بالتقلية. القلقاس اللي احنا بنعمله بالتقلية او احمر، قلقاس احمر لازم يبقى ايه مع لحمة، لكن القلقاس الاخضر بيبقى عليه الفراخ. يلا بينا نشوف هنحط ايه عشان نطعم الشوربة بتاعتنا. طبعا مبدئيا كده انا جبت مية بتغلي، حطيت فيها طماطمايه وحطيت فيها بصلاية وحطيت فيها ورق لوري حبهان ونص عود من القرفة وحبة فلفل اسود صغيرين. وهنا عندي الفراخ انا كنت غسلاها ومنضفاها بالشكل ده كالآتي. المحلول بتاعنا بيبقى عبارة عن ملح خل ودقيق، بننقع فيه الفراخ شوية وبعدين وليمون طبعا ونسيبه شوية، وبعدين بنغسل الفراخ غسلة حلوة، وبنشيل الحاجة اللي بتبقى على ورك الفرخة اللي بتبقى شبه الكبدة دي، لان دي بتبقى زرقاء ومش شكلها مش حلو خالص وبتبقى زفرة جدا في التسوية. خلاص بنغلي المية بتاعت الفراخ او مية السليق، علشان انا ما محبش احط الفراخ وهي ما تكونش المية بتغلي عشان ما يطلعش معايا ريمة. خلاص وبعد كده باجي عند القلقاس بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. انا فاتحه عليه شويه ميه. بصوا يا جماعه بقى
مقطعه طبعا مكعبات زي ما تحبي، كبيره او صغيره او وسط مش مشكله. في ناس بتقعد تقول لك في اللي بيغسلوا ده حريه شخصيه، وفي اللي ما بيغسلوش حريه شخصيه. كل واحد الاكل ده مزاج، والاكل كل واحد في بيته يعمل الحاجه اللي هو بيحبها، اذا كان اكل لبيتك ولعيالك. انا عن نفسي بغسل القلقاس وبنضفه عشان بيبقى فيه جواه حاجات كده ونضفه حلو. في ناس بتقول لك لا بمسحه وما بينفعش، انا ما بحبش المسح القلقاس، انا بحب اغسله. في ناس بتقول لك اغليه بميه سخنه، لا هو ميه عاديه خالص من الحنفيه، عشان الجو برد بتبقى دافيه شويه، وده بيبقى على طول قبل ما هنرمي القلقاس في الشوربه. خلاص هنا كده الفراخ عندي كانت اتسلقت زي الفل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تحفه يا جماعه الشوربه بتاعتها، بصوا بامانه ما بشيلهاش ريمه خالص. هصفي الفراخ من الشوربه وتعالى نشوف هنحط فيها القلقاس بتاعنا ازاي. هنا خلاص كنت صفيت الشوربه خالص من اي حاجه فيها بقى البهارات والحاجات اللي انا بحطها. وبعد كده حطيتها في حله تانية نظيفه او مش مشكله، نفس الحله عادي يعني مفيش مشاكل. وكون حاطه هنا عندي طاسه على النار هعمل عليها التقليه بتاعه القلقاس او التسبيكه بتاعه القلقاس، او نحمر مع بعض الخضره. بعد كده القلقاس زي ما قلت لكم انا بغسله بميه عاديه خالص عشان الجو بارد، فبتبقى ميه من الحنفيه دافيه شويه. حطينا طبعا معلقه سمنه حلوه كده عشان التقليه بتاعتنا تبقى ليها طعم حلو. وهناخد القلقاس كله زي ما انتم شايفين بالشكل ده وننزل عليه بالشوربه. بص بقى هقولك على حاجه، اثناء ما انا بحمر التقليه بوطي على القلقاس نص نص، يعني مش تبقاش نار عاليه قوي، عشان القلقاس ما بياخدش سوا خالص، يا دوبك ده غلوتين تلاتة عامل زي البطاطس بالظبط بيستوي، لانه ده احلى واجمل وقت هو بيكون فيه. خلاص يبقى انا حاطاه كده في الشوربه زي ما انتم شايفين بعد ما صفيتها طبعا. وبعد كده ما حطيتها في الطاسه التانية في على نفس الاتجاه. هنا طبعا الخضره بقى زي ما قلت لكم انا هقطعها خالص وهحمرها. طيب لو انت بقى عايزة تضربيها بالكبة مفيش مشكلة، اضربيها بالكبة عادي يعني مفيش اي مشكلة. ما عندكيش طبعا عشان هي كتيرة فشلت شوية. لو انت ما عندكيش كبة خرطيها رفيع خالص وحمريها برضو نفس الكلام. حطيت حتة سمنة حلوة وحطيت الكزبرة والسلق اللي انا غسلاه ومقطعاه، وهنا عندي معلقة توم مفرومة. احط الكلام ده كله كده على بعضيه وهبدا اقلب. في ناس بتحط ليمون، انا ما بحبش الليمون على القلقاس طبعا. وفي ناس بتحط كزبره ناشفه تقول لك يبقى طعمه زي الملوخيه، انا ما بحبش طبعا كده كزبره. كل واحد يعمل الاكله اللي هو بيحبها في بيته وعياله، وطبعا زي ما قلت لكم الاكل ده اذواق وحريه شخصيه. وهبدا ان انا اقلب السلق الخضره بتاعتي مع الثوم او التقليه بتاعتي، يعني نقول عليها تقليه. هقلب التقليه كده كلها ببعضيها. للناس اللي بتحب القلقاس الاخضر والله الوصفه دي رهيبه بجد، هتعجبكم صدقوني لو جربتوها بالشكل ده. خلاص هنغطي طبعا اللي هنقلب كله مع بعضيه، كل شويه كده نقلبها كل شويه نقلبها. هتنزل طبعا ميه وهتنزل سوائل وبتاع معاكي لغايه لما التسبيكه دي تنشف خالص من الميه ويبدا التوم ياخد لون خفيف. هنا نزلت بمكعب ماجي واحد بس، لان زي ما انتم شايفين شكل الشوربه عامله زي الذهب. طبعا ده يرجع للطماطم اللي احنا بنحطها هي اللي بتساعدنا انه يبقى الشوربه لونها حلو بالشكل ده. والفراخ برضو دسمه وحلوه فبيبقى شوربتها جميله. خلاص بعد كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا حمرت التسبيكه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهنا موطيه على القلقاس. هو بيغلي بس انا موطيه عليه عشان مش عايزاه يتهري، لان انا عايزاه ياخد من طعم التوم يبقى طعمه حلو كده، طعمه التقليه بتاعته. بعد كده حمرته زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهجيب بقى عندي الشوربه، هاخد شويه شوربه. لو انت حابه تعملي الخطوه اللي انا عملتها دي بالهاند بلندر اعمليها، مش حابه خلاص حمري كده التسبيكه بتاعتك وانزلي بيها عليها. يا اما تعمليها بالخلاط يا اما تعمليها بالكبه مفيش مشكله. انا عايزه اهرس كل الكلام ده. او لو انت عايزه تفرمي الخضار على البارد قبل ما تحمريه وافرمي مفيش اي مشكله. طبعا انا جبت عندي الهاند بلندر وهبدا اعمل خبطه اتنين بس. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم على بصراحه بصوا بيضرب في كل حته. فيا اما نعملها بالخلاط يا اما نعملها ننعمها جامد قوي الاول. انا كل ما فيها ان انا بس هفصل شويه عشان هو بيضرب في وشي، وهوريه لكم بعد ما اخلص لانهم كميه صغيره. بصوا بعد ما فرمتهم بالشكل ده فيه اهو، هاخد الكلام ده كله وارجع تاني على الحله علشان ادلقهم. هنا كان خلاص القلقاس عندي يعني استوى نص سوا، فالنص التاني اللي انا هنزل بيه عليه بالتقلية عشان تاخد معاه طعم. وبهدي عليه خالص 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 وبسيبه يكمل نص السوا التاني. عايزه اقولك ايه القلقاس بجد طعمه خطير، جربيه بنفس الطريقه. تحفه يا جماعه بجد رهيب. خلاص هنوطي عليه نص توطيه خالص. وبعد كده انا هنا كده عملت رز
محمر واحده بواحده او رزايه ورزايه زي ما انتوا بتقولوا عليه يعني. طبعا الرز انا محمرتوش معاكم لانه الرز سهل خالص وبسيط، كلنا بنحمر الرز في بيوتنا. هنخلص بقى الرز بتاعنا المحمر ونحمر الفراخ بتاعتنا الجميله، وبعدين نرجع نشوف الاكل بتاعنا اللي زي العسل وزي السكر بالشكل ده. عايزه اقولك على حاجه، لو انتوا اسره متجمعه وهتاكلي في نفس الوقت، سوي القلقاس على طول. لو انتي مثلا حد غايب بره البيت او مش هتتغدي في الوقت ده، بتخلي القلقاس 3/4 سوا وتروحي طافيه عليه، هو بيكمل سواه، بحيث ان انت لما تيجي تسخني تاني ما يتعجنش معاكي، لانه زي ما قلت لك عامل زي البطاطس. يا رب الوصفه بتاع النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم على خير وصفه جديده وفيديو جديد مره تانية. كل سنه وانتم طيبين وسلام.